أسئلة سريعة. أفضل لاعب شفته في حياتك في تاريخ مصر؟ في مصر الخطيب. الخطيب. الخطيب كان مبهر. الخطيب لعب مكاني على فكره. انا كنت لما جيت النادي الاهلي انا كنت راس الحربه بتاع الفريق. أنت كنت مهاجم؟ امال ايه؟ مش باك يمين؟ لا 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 انا كنت كابتن الناشئين وانا انسايد رايت ايام الكوره يعني مهاجم. اللي هو وينج يمين. لعبت في النادي المصري الفريق الاول وينج رايت. منتخب مصر وينج رايت. اوكي. طلعت احترفت بره راس حربه. في الكويت هداف الدوري، في لبنان هداف الدوري، جيت النادي الاهلي هداف الفريق. فجأة لعبت في لبنان يا كابتن؟ لعبت في لبنان. هداف كبير. نادي النجمة ليا شعبية جامدة هناك يعني. كنت هداف الدوري. والله. وفي الكويت كنت هداف الفريق. في النادي الاهلي بدأت كنت كل ماتش بجيب جولين والدنيا ماشية. وبعدين طلع بقى طلع الخطيب. يعني انت الافضل بالنسبه لك، شايف ان افضل لعيب كويس بالنسبه لك هو كابتن محمود الخطيب؟ الخطيب لما كان بيبقى متعور وكان ساعات يجي بيبقى في البيت عندي عشان مشواره بعيد، فكنت اقول له هتلعب. والانكل وارم كده يقول لي انا مش قادر، اقول له هتلعب. يقول لي طب العب ازاي؟ اقول له انزل اقف، لان انت وقوفك وتحركك هتاخد لنا المدافعين. فبتسلك لي الطريق انا وطاهر بنخش نخلص. وفعلا كان ينزل وبيزك ونخلص انا وطاهر. فكان وجوده في الملعب مهم.